بمناسبة ارتفاع أسعار الدهب الفترة دي، تعرف إن مصر اتسرق دهبها 3 مرات. أول مرة لما كان اليهود ساكنين في مصر زمان، كان في عادة كده لما واحدة يكون عندها فرح بتستلف الدهب من جارتها، فاليهود كلهم اتفقوا ان هما يعملوا نفس الحركة دي في نفس الوقت. بالفعل كلهم عملوها في نفس اليوم، وتاني يوم الفجر خدوا الدهب كله ومشيوا فصوا ملح ودابوا، خرجوا برا مصر خالص ومحدش عرف يوصلهم. تاني مرة بقى كانت في العصر العباسي ساعة جواز قطر الندى. الخليفة ساعتها عشان يعوضها عن جوازها من المعتضد اللي كان أكبر منه بسنين، قرر انه يجهزها جهاز الكل يتكلم ويحكي عنه. بالفعل ده اللي حصل، ومصر كلها فضلت تتكلم عن جواز قطر الندى ده كتير جدا، وخلص دهب مصر كله عليها. تالت مرة بقى كانت ايام جمال عبد الناصر والحرب. ساعتها احنا ما كانش عندنا السيولة الكفاية ان احنا نغطي على الحرب ومصاريف الحرب، فجمال عبد الناصر خلص احتياطي الدهب كله بتاعنا،